السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يروى أن شابا عربيا فقيرا كان على دين وخلق، وكان من عادته أنه يغض البصر ولا ينظر إلى المحرمات. كان هذا الشاب يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يصعد إلى طابق معين في إحدى ناطحات السحاب، ويوجد في هذه الناطحة فتاة أمريكية جميلة جدا معروفة بينهم بجمالها، وتلبس لباسا فاتنا فيه تبرج شديد. وإذا صعد هذا الشاب العربي معها في المصعد لم يكن ينظر إليها كما ينظر إليها جميع الرجال الذين حولها، وهي تستغرب منه بسبب ذلك. المهم، في يوم من الأيام وفي طابق معين نزل كل الأشخاص، فبقي هذا الشاب لوحده إلى جانب هذه الفتاة الأمريكية الحسناء. ولما وجدت أنها بقيت لوحدها مع هذا الشاب الغريب الأطوار بالنسبة لها، شعرت بالارتياب، واستمر الشاب العربي في النظر جانبا مبعدا عينه عنها، وبقيت محتارة منه إنه لا ينظر إليها أبدا. ومن المعتاد عندهم في الغرب أنهم يمزحون حتى مع الشخص الذين لا يعرفونه. فسألت الفتاة الشاب العربي تقول له: لماذا تلتفت إلى الناحية الأخرى؟ هل هذه الدرجة أنا لست جميلة في نظرك؟ فقال: لا أدري إذا كنت جميلة أو لا. فقالت: ولماذا لا تدري؟ قال: لأني لا أنظر إليك أصلا. قالت: ولماذا لا تنظر إلي؟ لماذا تقترب من النساء في المصعد كما يفعل جميع الرجال؟ قال: أعوذ بالله، إني أخاف الله تعالى. قالت: هل دينك هو الذي يمنعك من أن تنظر إلي؟ قال: نعم. فأرادت أن تتعرف على هذا الدين أكثر، أرادت أن تسلم، ولكنها في نفس الوقت مال قلبها إليه لأنها معجبة به وبوفائه، وأرادت أن تكون على علاقة معه كما تفعل النساء في مجتمعاتهم، ولكنه لا ينظر إليها أصلا. فلما فاتحته في ذلك أخبرها أنه لا يرتبط بامرأة إلا بالحلال، فلم يكن لديها مانع. إذا كانت ترضى الارتباط بالحرام فلن ترفض الارتباط بالحلال. وكانت فتاة ثرية، فأسلمت وأحبته حبا شديدا لدرجة أنها كانت تسجل جزءا من ثروتها باسمه. سبحان الله، انظروا كيف أن العلاقات في العادة تبدأ بسبب النظر، وهذه العلاقة بدأت بسبب غض البصر. فماذا كانت نتيجة؟ رزقه الله زوجة جميلة، ورزقه ثواب إسلامها، وأغناه الله تعالى بالمال بعد أن كان فقيرا مغتربا. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو